السلام عليكم. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وإلا عجبكم الفيديو اخوتي ما تنسونيش من البصيمه فضلا وليس امرا. اليوم اخوتي كانت المحكمه عند عائله البدويه، وكما توقعنا ان الملف غادي يتحول الى جنايات، ففعلا تحول الى الجنايات لان الصبع كانت فيه عاهه مستديمه. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع هو بعض الناس اللي كتدعي على ان فتيحه ورجلها عثمان وقنوات المصداقيه هما السبب. بغيت غير نقول لكم كيفاش هاد الناس هما السبب. واش فتيحه قالك علاش ما كتراعيش الدم؟ قالك فتيحه علاش ما راعتش الناس وامها اللي مشاو رغبوها؟ وعلاش عثمان انه طلب تعويض؟ وعلاش قنوات المصداقيه كيجيو من طرف ديال فتيحه؟ هنا غنقول لكم ان ما تنسوش فتيحه هي اللي معتدى عليها لدرجه ان ولات عندها في الصبع ديالها خوتي الكبير عاهه مستديمه. كاين بعد شي وحدين اللي كيقول لك ها هو كاع هاد الصبع فيه عاهه مستديمه، شنو غادي دير به؟ اش غتقضي به؟ كون ما كانش عندها ما دير به ما يخلقناش الله، ما غيعطيه لهاش الله، لا هي لا حنايا. اذا عنده دور، كون ما كانش عنده دور ما غيعطيه لناش الله. وهنا غادي نقول لكم فين هو الحق اللي حتى واحد ما لام البدويه. لمتو نتوما القرويه وما لمتوش البدويه. علاش ما تلوموش البدويه وتقولوا هي السبب ديال دوك الناس اللي في الحبس؟ على تكبرها وتجبرها علاش ما نقولوش ان هي السبب؟ علاش ما نقولوش كون مشات عند اختها وجلسات مع اختها فوق الطبله وداكشي اللي كتقولوا في اللايف تقولوا لاختها فوق الطبله؟ ياك هي في اللايف كتقولك عندها 6، مشي انا عند اختي للدار، نمشي عند اختي للدار ونجلس معاها فوق الطبله ونعاود لها مثلا واحد الحاجه اللي ما قداش نعاودها انا في اللايف. غنقول لها اختي عندي ظروف، انا اللي عليا نعطيك هاد 6. الا بقات شي خاصه شي حاجه هادوك اللي مسجونين فاش يخرجوا ويخدموا على راسهم ويعطيوها لك. هنا خوتي غادي نقولوا بان يتحد المشكل، غادي توقف المشكل، غادي ترطاب القلوب. ماشي هي متبعه ولد امهم اللي كل ساعه يخرج يسب ويشطب اليوتيوب فاتحه، اللي يخرج ما يخليش في الزوج ديالها، اللي ما كيخلي لبناتها، ما كيخلي ليها لمك غير امك والكلام الخايب. كيفاش هاد الناس غيديروا التنازل؟ وهاد السيد هذا ما قداش هي توقفو، ما قداش تقول له ستوب خليني انا واختي، هاد الشغل ماشي شغلك نتايا. الا انا بارطاجيتك ولا انا شهرتك سير اخويا الله يسهل عليك، سير خدم في جهه اخرى وخليني انا واختي مني لختي. لا، هو كيسب ويعرق وما يخليش. هادوك الناس قلبهم غيكحال، قلبهم يكحل اخوتي. واش كاين شي واحد اللي كيسمع فيلم خطاوي سميتو هو غادي يدير تنازل؟ ما غيديروش، هنا يشدوا الضد. واش هما عارفين بان داك السيد كيسمع لختها، كيسمع للبدويه، داكشي اللي قالت له كيديروا، داكشي اللي قالت له الا قالت له هضر قالت له اسكت. وهما عارفين بان كيهضر لان هي عاطيه اوتوريزاسيون باش يهضر. وغيديروا هما التنازل؟ ما غيديروش اخوتي التنازل. هاد السيد هذا اللي كل مره يخرج يشطب بيهم اليوتيوب، اش دخلوا بينه وبين جوج خواتات؟ علاش ما تلوموهاش وتقولوا لا داك السيد قولي له بركه؟ هاد السيد راه هو سبب الفتنه، هاد السيد هو اللي غادي يخرج عليكم كاملين، هاد السيد هو اللي راه اش غادي نقول لكم، الله يستر، خرج بالخبث ديالو في شهرين رون الدنيا. ها يعني هي ما غتسوقش وما كتهضرش وما حتى شي حاجه. هذاك الشيء علاش دوك الناس ما بغاوش يطيحوا لها الارض. قال لك هي تجي، كون مشات تقول له ما بغيتوني انا جايه، انا اللي غادي نهضروا في اللايف نمشي. الناس على وليداتها كتبوس اخوتي اليدين، كتبوس الرجلين، كيطيحوا ويزاوقوا ويتمرغوا في الارض على قبال وليداتهم. راه سمعت بان اليوم قال لك القرويه في المحكمه فاش سمعت بان الملف تحول جنايات جلست تبكي، يعني ما بغاتش هاد الشيء. وهذوك الناس باينه فيهم باغيين يديروا التنازل، غير هما خاصهم عامل يديروا هاد التنازل.
واش يمشيو يديروه ويجيبوه للبدويه يقولوا لها كي عافاك سمحي لنا؟ وهادشي اللي بقى، هادشي اللي باغيه البدويه ما باغياش تهبط للارض البدويه، لان السجن ديالهم مشروع مربح ليها، ما يمكنلاش هي تهبط ليهم الارض، وحتى هما ما يمكنلهمش غادي يشدوا ويديروا داك التنازل بلا ما تحاشيه لهم هي، ويشدوه ويديوه ويقولوا لها كعافاك سمحي لنا الله يرحم الوالدين. وهادشي النيت اللي بقى خوتي. راه بنادم خاصو يحط راسو براس فاتحه القرويه. راه خاصكم كيفاش واحد واكل العصا وخسر الفلوس ويمشي يدير تنازل ويقول لها كسمحي لنا، واش ترضيوها على راسكم باش كترضيوها على هاد السيده هادي؟ انا ما ضد حتى واحد، وانا باغيه الصلح وما بغيت الحبس لتا شي واحد، ولكن خاص تكون واحد المبادره، خاص تكون البدويه تحرك شويه خوتي، ماشي كتحرك في اللايفات وفي الشكا والبكا، تحرك على وليداتها. واش شفتوا نهار اللي مشات الشيفوره طالبه الصلح؟ شفتوها؟ ياك هي مشات مرا اللي دوزات مسكينه السجن وعرفت بحق السجن، وكل ما كتهضر على السجن كتبكي داك المعاناه ديال السجن باقا عندها لدابا، ومشات وطلبات الصلح ودات الذبيحه. هذاك الشيء كنا حنا بغيناه، داك المبادره ديالها البدويه. ومهم هادشي دارتو غير داك السيده، وهو شنو دار في البلاصه؟ خرج ولد امهم داير لايف وخرج صاعر كيضرب في عثمان باش ما يوقعش التنازل بحال اللي وقع المره الاولى، لانه هو داك السيد ما تيتحملش يشوف الصلح، ما كيتحملش يشوف شي حد دخل في الصلح، دائما كيسمع الصلح كيطلع يعطيهم للراس باش داك القلب يكحال، باش داك القلب حتى الا حن شويه يزيد يكحال ويقول انا هي اللي محرضه، انا ما غاديش نعطي التنازل. شاخوتي والبدويه ساكته وعجبها الحال، لان السجن ديال دوك الناس انا كما قلت لكم راه مشروع مربح ليها. هي كتقول لك عندها 6 ديال المليون هي اللي في استطاعتها، ولكن راه عندها ممكن عندها من تسلف. هاد السيد اللي كيقول لك هو صاحب الفيرما، هو عنده داك النهار يتورانا الخزينه ديال الفلوس، علاش دابا طالع تيقول الناس عاونوها نتعاونوا، انا عاطي مليون وانتم مليون ونزيدوا نتعاونوا؟ علاش كيدق على نساب ديال بنتها، تيقول لهم علاش خرجتوا الطوموبيل وعلاش ما تعاونوش مرت خوكم؟ ايوا انت اللي بينتي عندك خزينه د الفلوس، علاش انت ما عاونتيش وعطيها انت كلها؟ انت هادشي اللي طالبينه 11 مليون سير عطيه نتايا، ولا لا خوتي؟ هاد السيده راه باستطاعتها انها تدبر الباقي وتعتق بنتها، شتي؟ ولكن هي ما باغياش، هي كتقول لك 6 المليون غادي تصرف اكثر على من 6 المليون، ولكن ما تيهمهاش، ما عندهاش المشكل، لان هي غتدخل ما اكثر دوبل تريبل. هنا غادي نقولوا بان البنت ماشي الضحيه ديال خالتها، البنت وداك الوليد الصغير ضحيه امها، الام اللي هدفها المشاهدات والادسنس اخوتي، الام اللي ولفات الصريف يجيها في الخاص، الام هي اللي ما حناتش وما شافتش الدم وما شافتش الامومه وما شافتش الامهات كيديروا على قبال وليداتهم، اللي كتقولوا ان الخاله علاش ما تشوفش الدم، ورا الام ما شافتوش باش تشوفوا الخاله. شتي؟ وغنقول لكم ان كاين واحد المشكل اللي حتى هو ما انتبهالوش هي، لان غيولي حتى دوك الناس اللي دابا في صراح غادي يتحكموا حتى هما جنائي، ودابا عاد غادي يبداو من جديد بحال اللي عاد يبداو، ما غاديش هذوك يبقاو صافي صراح، ما غيبقاوش بحال شكل ابتدائي، لا حتى هما غادي يتحكموا. وهنا غادي نقولوا ان البدويه بعرها ما غيجمعوش رابط، البدويه اللي مقصحه راسها بزاف وعندها ناس في طرفها زايدين لها فيه، هذوك الناس راه ماشي هما اللي عايشين في بلاصه بنتها، هذوك الناس راه واكل الخبز عايشين مع ولادهم.
راه المشكل هما دوك الناس اللي في السجن. نقولوا المصور تيقول لك انا غير خليني ما تعطيش عليا، ما ديريش، ما تفعليش، ولكن هذيك البنت ولد الحياني هذوك شنو ذنبهم؟ هنا غادي نقول لك البدويه، الحل الوحيد انك تمشي عند اختك وسيري خلصي ليها الخسائر وتسامحي مع اختك، وانتي خارجه اليوم كتقولي بشحال كاع غتحكم هاد البنت. هذيك كلمه بشحال كاع غتحكم هاد البنت وانتي طاغيه ومتجبره، يعني انتي ما باغياش الصلح، انتي ما قاداش على الصلح، عارفه راسك انك انتي كتحاربي مع واحد السيده اللي هي بنتك، كنتي كتحاربي معاها على المتتبعين، ودابا تهنيتي عليها، تهنيتي على المنافسه ديالك. وما يمكنش انك تخسري الفلوس على واحد المنافسه، لان لا خرجات غادي يموت لك الحوت. لا حول ولا قوه الا بالله.